فمن هذه الآداب توديع المسافر بالمصافحة. ومما ورد أن يقول له المودع: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، فيجيب: أستودعكم الله الذي لا تخيب ودائعه. ومنها دعاء الخروج من المنزل ودعاء ركوب وسيلة السفر، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود. وإذا ركب دابته ومركبه فيقول دعاء السفر، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم. ومن الآداب أن يؤمر المسافرون واحدا منهم عليهم، يجب عليهم طاعته في أمور سفرهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. صحيح الجامع. ولذا من باب أولى إذا كانوا أكثر من ثلاثة، وتظهر الفائدة من ذلك في توحيد كلمتهم بهذا القائد الأمير حتى لا تتفرق بهم الأهواء والآراء. ومن الآداب ما أخبر عنه جابر رضي الله عنه أنهم كانوا في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعدوا مرتفعا كبروا، وإذا انحدروا سبحوا، يعني يقولون الله أكبر على المرتفعات، وإذا انخفضوا قالوا سبحان الله. وكان يقول صلى الله عليه وسلم إذا نزل في مكان قرية أو مدينة أثناء سفره: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فمن قالها إذا نزل لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. ويستحب الإكثار من الدعاء أثناء السفر لقوله صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. صحيح الجامع. فيدعو الإنسان له ولوالديه ولأهله ولمن استوصاه بالدعاء من المسلمين. ومما يذكر به المسافرون أن يتوكلوا على الله، فأمر العباد كلهم بيد الله. ومن التوكل الأخذ بأسباب السلامة ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة. ومن ذلك التأكد من جاهزية المركبة للسفر والبعد عن السرعة وتجنب القيادة مع وجود شيء من النعاس. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التمسك بآداب ديننا.